المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. ورشة عمل لبحث مسودة مرسوم صحة الحيوان. ارتياح لخدمات برنامج الادخار والقروض المسقرة. جهود لتطوير المكفوفين تعليميا ومهنيا. غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة. أمريكا تختبر بنجاح صاروخا مضادا للصواريخ الباليستية. والقبض على المتهم بإرسال الطرود المفخخة لمنتقدي ترامب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت وزارة الزراعة ورشة عمل يوم 25 و26 من أكتوبر في العاصمة أسمرة لبحث مسودة صحة الحيوان، مواصلة للورشة التي عقدتها في الأسبوع الماضي لبحث مسودة البذور. وأوضح المدير العام لخدمات التشريع والرقابة في وزارة الزراعة السيد تخلآب مسجنة في الورشة أن أكثر من 80% من الشعب الإريتري يزاول الزراعة وتربية الحيوان، ومن المهم وجود مرسوم لحماية صحة الحيوان. وقال إن وزارة الزراعة ظلت تبذل الجهود في السنوات العشرين الماضية لوضع قوانين لضمان مساهمة الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني، وبما أن الحديث عن صحة الحيوان هو الحديث عن صحة الإنسان، فإن الجهود بذلت لوضع مرسوم ذو أهمية قانونية وصحية واقتصادية عن صحة الحيوان، وأن الورشة ضرورية لتنقيح المسودة بمشاركة الجهات الشريكة. وتضم مسودة المرسوم المكون من 149 مادة الرقابة التي يتوجب القيام بها لمكافحة الأمراض الحيوانية، وعملية المراقبة على الوارد والصادر الحيواني لمكافحة الأمراض على الإنسان وقضايا أخرى. وأوضح مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عقباس جيكفلي أن مسودة مرسوم صحة الحيوان وصلت إلى هذا المستوى بتخطي مختلف المراحل منذ عام 1998، ومن المهم وجود مرسوم يتماشى مع القوانين الإقليمية والدولية ولوائح منظمة صحة الحيوان العالمية في الوارد والصادر. وأكد المشاركون على أهمية المرسوم لضمان صحة الحيوان وفعالية عملهم. وإريتريا عضو في منظمة صحة الحيوان العالمية منذ عام 1994. أعرب زبائن برنامج الادخار والقروض المسقرة في الإقليم الأوسط عن الارتياح للخدمات التي يقدمها البرنامج لتحسين حياتهم المعيشية، وأوضحوا بأن القروض التي حصلوا عليها للعمل في الأنشطة التجارية الصغيرة مكنهم من العمل وتطوير أنشطتهم ودفع الدين المستحق عليهم. وأشار متلقو القروض من 10 إلى 100 ألف نقفة عن توظيفه بعد دراسات عميقة في متاجر الأدوات المنزلية والأشغال اليدوية والنجارة والحدادة والغزل وتصفيف الشعر والمخابز. ويقدم برنامج الادخار والقروض المسقرة الذي تأسس عام 1996 يقدم القروض لمحدود الدخل لإيجاد مصادر الدخل وتطوير الأعمال. ولدى برنامج الادخار والقروض المسقرة في الإقليم الأوسط 51 بنكا ريفيا في 16 مديرية، ولديه حوالي 5000 زبون بقروض تبلغ أكثر من 13.5 مليون نقفة. قال مدير جمعية المكفوفين السيد كفلوم والدقابر إن جهودا مرضية قد نفذت لتطوير المكفوفين تعليميا ومهنيا وتغيير النظرة الخاطئة للمجتمع تجاه المكفوفين. وأوضح في السمينار التنويري الذي عقد في عدق وعداد أن الجمعية نفذت أنشطة مشهودة في السنوات 22 الماضية بدعم الحكومة والمجتمع والشركاء، وقدم شرحا موسعا بشأن أنشطة الجمعية لتغيير النظرة الخاطئة في المكفوفين ومشاركة وإنتاجية المكفوفين في مختلف المجالات وحصولهم على الخدمات المتساوية في التعليم والصحة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. ودعا مدير مديرية عدق وعداد السيد محاري يوهنس المجتمع لتعزيز دوره لرعاية المعاقين عامة والمكفوفين خاصة. هذا وقد تأسست جمعية المكفوفين عام 1996 ولديها أكثر من 10,000 عضو.
نظمت شرطة إقليم عنسبة سيمينارا لطلاب المرحلة الثانوية في مدينة كرم حول مكافحة الجرائم واحترام قوانين المرور ورفع الوعي بالقانون وتقوية دور الشباب لمكافحة الجرائم والتعاون مع الشرطة. وأوضح مسؤول مكافحة الجرائم في إقليم عنسبة رائد هايلة براخي أن المجتمع الإريتري يتحلى بقيم سمحة تنبذ الجرائم والمخالفات ويتوجب توريث هذه القيم للأطفال. ودعا الطلاب للاهتمام بالتعليم والتحلي بالعادات الطيبة. من جانبه أوضح قائد شرطة المرور في الإقليم الرائد تخلى برهان يوهانس أن عدم احترام قوانين المرور عامة وخاصة الاهتمام بأشياء أخرى أثناء القيادة وعدم استعمال حزام الأمان والسرعة الفائقة واستخدام الدراجات بطريقة غير جيدة من المخالفات المستفحلة وتبذل الجهود للحد منها بالتوعية في أوساط الشعب. وطالب الطلاب باستمرار أنشطة التوعية بالقانون ومتابعة وصيانة أدواء مدينة كرم. وأشارت الشرطة إلى وقوع أكثر من 1700 جريمة ومخالفات في مدينة كرم في الأشهر التسعة الماضية ومصرع 3 أشخاص وإصابة 42 بجروح في 113 حادث مروري. هذا وقد نظم سيمينار مماثل لسكان أسندة بمديرية أصمات وخاصة للطلاب. أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن أسرتين تبرعتا بأكثر من 30,000 نقفة لرعاية الأيتام. وتبرعت السيدة سالم تولدة ب20,000 نقفة وأسرة المرحوم كستي قش رؤسهم ب10,325 نقفة. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. في الأنباء العالمية، قال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على محتجين على حدود القطاع فقتلت 4 وأصابت 232 بينهم 180 أصيبوا برصاص الحي. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه رد بضربات جوية على 3 مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تدير القطاع. وأضاف أن نحو 16,000 فلسطيني احتشدوا على حدود القطاع وكانوا يرشقون القوات بالحجارة وقنابل يدوية وقنابل حارقة، وردت القوات بوسائل التفريق مثيري الشغب والطلقات الحية عند الضرورة. وفي وقت لاحق دوت صفارات الإنذار في بلدات وتجمعات سكنية إسرائيلية حول قطاع غزة للتحذير من إطلاق صواريخ من القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي اعترض عدة صواريخ من بين حوالي 12 صاروخا. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها اختبرت بنجاح نظاما صاروخيا مضادا للصواريخ البالستية قبالة الساحل الغربي لهاواي، مما يزيد القدرة على إسقاط الصواريخ التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها من دول مرقة مثل كوريا الشمالية وإيران. وتم إطلاق الصاروخ الاعتراضي الذي تطوره الولايات المتحدة واليابان من المدمرة جون فين بعد أن رصد الرادار الموجود على المدمرة الصاروخ البالستي متوسط المدى المستهدف وتعقبه. وفي أغسطس حصل البنتاغون على تفويض ببحث خيارات جديدة للتصدي للصواريخ الكورية الشمالية الموجهة إلى الولايات المتحدة باستخدام الرادار ومزيد من الصواريخ. ونشرت الولايات المتحدة نظام آيجيس الذي أنتجته شركة لوكهيد مارتن الأمريكية على 36 سفينة تابعة للسلاح البحرية الأمريكية حتى الآن، وكذلك في منشأة في هاواي. ألقت الشرطة القبض على رجل في 56 في فلوريدا للاشتباه في أنه أرسل طرودا مفخخة إلى معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى سيزاك سيوك، ويواجه الرجل اتهامات من بينها إرسال طرود ملغمة وتهديد رؤساء سابقين. وأرسل 14 طردا مؤخرا لشخصيات من بينها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وجاءت الحوادث بعد أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس مع تزايد حالة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة. وكشف كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي FBI أن سيوك اعتقل بعد العثور على بصماته على أحد الطرود. وقالت وزارة العدل الأمريكية أن المشتبه به يواجه ما يصل إلى 48 عاما في السجن.
أطلقت أول حافلة في بريطانيا تنظف الهواء، وهي تسير في خطوة رائدة تهدف إلى الحد من تلوث الهواء في المدن البريطانية. وأعلنت شركة جو أهيد جروب للنقل العام أن حافلتها بولوستار بدأت العمل في مدينة ساوثهامبتون جنوب إنجلترا، موضحة أنها مجهزة بمنظومة تقنية جديدة مثبتة على سطح الحافلة لتنظيف الهواء أثناء تطواف الحافلة في شوارع المدينة الساحلية. وثبتت على الحافلة التي تعمل بمحرك ديزل مصفاة مصممة خصيصا قال مخترعها أنها تزيل الجسيمات الدقيقة من الهواء وتجمعه أثناء سير الحافلة في الشوارع، ثم تتيح المصفاة للحافلة إمكانية تحرير مزيد من الهواء النقي بحيث يكون الهواء خلفها أنظف من الهواء أمامها. وأوضحت الشركة أنها اختارت مدينة ساوثهامبتون لتجريب منظومة التقنية الجديدة بعد أن كشفت منظمة الصحة العالمية أن المدينة بلغت الحدود القصوى لتلوث الهواء بدرجة خطيرة. وقال مسؤول إن أسطول الشركة كله الذي يضم أكثر من 5000 حافلة سيجهز بهذه المنظومة لتقنية الهواء إذا أثبتت التجربة نجاحها. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.